بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. طبعا أنا بكلمكم وأنا ماشي في الطبيعة المصرية الجميلة جدا. هتكلم عن الألياف النسيجية عموما. أنا الفيديو اللي فات قلت لحضراتكم إيه هي الخواص 10 اللي مطلوبة للألياف النسيجية، وخاصة الألياف الطبيعية وأهمها الألياف القطنية. هتكلم على طول بسرعة كده عن الألياف النسيجية أنواعها إيه. الألياف النسيجية هم نوعين، يا إما ألياف طبيعية وإحنا ماشيين في الطبيعة، يا إما ألياف صناعية. الألياف الطبيعية هي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لينا لنستمتع بها ونستغلها ونحسنها ونعمل لها قيمة مضافة. أهم هذه الألياف، والألياف عموما الطبيعية، يا إما ألياف نباتية، يا إما ألياف حيوانية، يا إما ألياف معدنية. دي اللي موجودة في الطبيعة. يبقى الألياف عموما الطبيعية 3 أنواع، يا إما ألياف نباتية، يا إما ألياف حيوانية، يا إما ألياف معدنية. الألياف النباتية برضو بتبقى 3 أنواع، أهمها هي الألياف البذرية. يعني إيه الألياف البذرية؟ يعني أنت في حقل القطن اللي منزرع بيبقى حوالين البذرة بتاعته شعيرات. الشعيرات دي اللي بنستخدمها نعمل بيها الغزل في القطن. يبقى الألياف عموما النباتية عبارة عن ألياف بذرية، يعني الشعيرات حوالين البذرة، وأهمها ملك الشعيرات وهو القطن. تاني حاجة ألياف لحائية زي الكتان. تالت حاجة الألياف الليفية اللي هي زي بناخد الورق، زي الورق بتاع الأناناس أو الورق بتاع النخيل أو الورق بتاع الموز، وبنحوله إلى خيوط. ديت على السريع هي الألياف النباتية. تاني، يبقى الألياف عموما اللي بتستخدم في مجال النسيج يا إما ألياف طبيعية يا إما ألياف صناعية. الألياف الطبيعية يا إما ألياف نباتية يا إما ألياف حيوانية يا إما ألياف معدنية. الألياف النباتية يا إما ألياف بذرية، ودي أهم حاجة زي القطن، يا إما ألياف لحائية يا إما ألياف ورقية. الألياف الحيوانية اللي هي زي يا إما ألياف اللي هي بتيجي من الشعيرات زي الصوف، ودي أهمها، يا إما ألياف إفرازية اللي هي بتيجي من دودة الأس، وألياف معدنية زي الإسبستوس.